اولا في تقارير كثيره وفي صور كثيره كانت غير حقيقيه. وفي كانت حمله اعلاميه معده من النظام الموجود في بورسودان بتاع الامر الواقع، وهو كان عدها مسبقا من اجل التغطيه على هزيمتهم في الفاشل، وهذا الامر واضح جدا. الان في تسجيلات كثيره منشوره وهي ما عندها علاقه بالواقع اصلا الموجود في دارفور. لكن في اشياء مهمه، الهجوم بتاع الفلول الموجودين فلول النظام السابق وكتائب الحركه الاسلاميه المتعاونه في نفس الوقت مع ايران ومتحالفه مع التحالف الاستراتيجي، هجومهم غير المبرر تجاه الامارات هو يندرج في موقف واحد. الاخوان المسلمين على مستوى العالم وخاصه في السودان بيفتكروا ان الامارات بالنسبه لهم اللي هو عدو استراتيجي، بالتالي تصوير هزيمتهم في الارض في السودان التي الحقتها بهم قوات تحالف السودان التاسيسي او قوات دعم السريع يجب في نفس الوقت انه لا يرموها في الامارات. الامارات ما عندها اي علاقه باللي بيحصل في السودان، والان دارفور هي بتقع تحت سيطرتنا نحن وتحت سلطتنا نحن في حكومه بتاع التحالف السودان التاسيسي، ولا عندها علاقه لا من بعيد ولا من قريب بما يسمى بالحكومه بتاعت البرهان الموجوده في بورسودان. بالتالي نحن احرار نسمح للبي بي سي ونسمح في نفس الوقت لسكاي نيوز وسمحنا للمشهد ونسمح لكل الاعلام انه يجي في نفس الوقت ويصور الحقيقه والحاجات الموجوده في الارض. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه وهي مهمه جدا، هل هذه حريه ام عدم اكتراث؟ الان في بورسودان لو سمحت لي بس نقطة مهمة جدا داير كده، الأخوان المسلمين الآن الموجودين في بورسودان وبيرموا المسؤولية بتاعت فشلهم على المجتمع الدولي، هذا الكلام غير صحيح. الرباعية هي بتمثل محور مهم جدا وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر والامارات المتحده العربيه وصلت لهدنه، والهدنه دي حتى في نفس الوقت البرهان وافق عليها موافقه مبدئيه، ونحن من حيث المبدا وافقنا، ومن طرف واحد حليفنا في تحالف السودان التاسيسي الدعم السريع وافق على الهدنه من حيث المبدا وقال انا خلاص في نفس الوقت حابدا في اجراء التنفيذ. لكن الحركه الاسلاميه اللي هي الان بتسيطر على الجيش السوداني وبتفرض القرار على البرهان هي رفضت الحرب تجي في السودان.